مكرونة بشاميل بس ايه سايحة وكريمي ما فيهاش غلطة، على طريقتي الخاصة. هعلمها لكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وخلي الطعم يحكي القصة. يلا بينا نبدأ مع بعض، هنعمل مكرونة جوسي جميلة. يلا بينا نبدأ القصة. أول حاجة هنبدأ نجيب طاسة عندنا ونحط فيها معلقتين زبدة. ليه حطينا معلقتين زبدة؟ عشان خاطر أنا عندي اللحمة 100% لحمة حمراء ما فيهاش دهون. انتوا لما هتشتروا لحمة فيها 20% دهون. لو ما فيهاش حمراء بس هتحطوا لها معلقتين سمنة أو زبدة. شوحنا اللحمه بتاعتنا، هنبدا نجيب البصله نفرمها في الكبه فرمه ناعمه حلوه كده، ونبدا نقلبها. اول ما البصله تبدا بقى تتشوح معانا كده وتطلع ريحه، نبدا نحط لها البهارات: شويه ملح، شويه فلفل اسمر، والسبع بهارات بس كده، مش اكتر من كده عشان طعم اللحمه ما يتغيرش. نقلبها كويس جدا كده معانا. خلاص يعتبر استوت كده معانا، خلاص اللحمه جاهزه معانا. هنشيلها على جنب ونبدا نحضر البشاميل. هنجيب ايه 4 معالق سمنه بلدي ونحط عليهم 4 معالق دقيق، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. نفضل نقلب فيهم كده لحد الدقيق ما يصفر معانا، اهم حاجه ما يتحرقش، وتقلبه فيه كويس جدا عشان ما يكتلش. بعد كده نجيب اللبن بتاعنا. اهم حاجه اللبن يكون ساقع من التلاجة، نبدا نحطه فوق الدقيق بعد ما اتحمص كده بالسمنه. نقلبه كويس جدا. اهم حاجه ما تعملوش البشاميل تخين، البشاميل اللي بيبقى تخين بيخلي المكرونه معجنه، ما تبقاش حلوه وجوسي ومش واصل لها كل الطعم لكل قطعه فيها. تعملوه خفيف شويه ولا خفيف ولا تقيل. نبدا بقى نحط الملح بتاعنا وشويه فلفل اسمر، ونقلب ايه البشاميل بتاعنا. بعد ما نقلبه اول ما يبدا يخش سوا، هنحط التركايه بقى اللي احنا ايه بتخلي البشاميل طعمه حلو جدا. نحط شويه زعتر، ونحط بعد كده معلقه ماجي او كيس فوريه او مكعب ماجي اي حاجه. بعد كده نبدا نحط بقى تركايه كويسه جدا: مكعبتين جبنه كريمي، ونحط علبه قشطه. نقلبه بقى كويس جدا كده لحد ما كله يدب مع بعض وكده استوى خلاص معانا. نبدا نجيب بقى المكرونه اللي احنا سلقناها، سلق سهل طبعا كله عارف يعمل المكرونه مسلوقه ازاي. نبدا نغرقها بشاميل، دي برضو حته مهمه جدا، نغرقوها بشاميل. تقلبوها كويس جدا. نبدا نجيب بقى الصينيه اللي هنعمل فيها، نحط نص المكرونه من تحت، وما تبقاش المكرونه كتير يعني عشان ما تعجنش ويخش لها البشاميل، تبقى المكرونه شويه صغيرين اللي تحت واللي فوق. نجيب بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا نحطها فوقيها كده ونسويها. وبعدها كده بعد كده نحط شويه بشاميل فوق اللحمه المفرومه قبل ما نحط الطبقه التانيه بتاعت المكرونه. نبدأ نحط كده البشاميل بتاعنا ونجيب بقى الطبقة التانية. بصوا الطبقة التانية أنا عاملها أهي مش مكتلة ولا كتير، لازم تبقى خفيفة كده عشان البشاميل يخش ما بين المكرونة والمكرونة، تبقى طعمها جوسي وجميلة كده. نبدأ بقى نسويها كده ونجيب بقية البشاميل اللي عندنا، نحطها بقى نغرقها بشاميل. حطوا بشاميل زي ما انتوا عايزين، بشاميل كتير. بعد كده بقى نبدأ نجيب الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا ونحط لها جبنة موتزاريلا كده من فوق. وبعد كده ناخدها على الفرن. تقعدش في الفرن اكتر من 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. الرف اللي في النص بنولع 10 دقايق من تحت، بعد كده بنولع دقيقتين 3 من فوق الشوايه تاخد وش بس. تطلع المكرونه معانا تحفه وجميله، وبالهنا والشفا، ويا رب تكون عجبتكم. واستنوا الوصفه الجديده.